شايفين اللي في الصورة ده؟ أهو ده أول نرجسي عرفته البشرية واللي اتسمت النرجسية على اسمه، نارسيوس. أخينا ده هو البطل في أسطورة يونانية قديمة جدا ومشهورة قوي اسمها نارسيوس وإيكو. نارسيوس كان معروف عنه انه شاب وسيم وحليوه وشايف نفسه قوي. المهم ان نارسيوس ده بقى ما كانش بيحب حد ابدا، كان بيحب نفسه بس، وكان بيبقى مبسوط جدا وهو شايف الناس بتقطع نفسها عليه وهو ولا في دماغه اصلا. نارسيوس كان بيحب يصطاد الحيوانات، فكان بيروح الغابه كتير. مين شافته هناك؟ حوريه الغابه إيكو. إيكو دي كانت حوريه جميله جدا، لكن الالهه اصابتها بلعنه خلتها انها ما تعرفش تتكلم. المهم إيكو لما شافت نارسيوس حبته جدا، لكنها ما كانتش عارفه تروح تقول له انها بتحبه لانها ما بتعرفش تتكلم اساسا، فكانت يعني بتقعد تراقبه من بعيد لبعيد. بس في يوم إيكو زهقت بقى من الوضع ده وقررت انها تعترف بحبها لنارسيوس، بس نارسيوس عشان هو نارسيوس صدها. المعاملة دي كسرت قلب إيكو لأن روحها كانت متعلقة بيه جدا وامتنعت عن الأكل والشرب. بحسب بقى الأسطورة اليونانية الآلهة ما عجبهمش اللي عمله نارسيوس في إيكو، فقرروا إن هم يعاقبوه وأصابوه بلعنة كانت هي السبب في موته. في يوم نارسيوس كان بيتمشى في الغابة فلقى بحيرة ميتها نقية جدا. لما بص فيها شاف انعكاس صورته في المية وقعد يتأمل في نفسه، لقى ان هو حلو وجميل جدا فوقع في غرام نفسه، لدرجة ان هو فضل باصص لانعكاس صورته في المية بالساعات وبالأيام كمان من غير أكل ولا شرب، وفي الآخر مات في مكانه عند البحيرة.